خلينا نروح للمجموعه الثانيه، وعندنا مباراه القناه وزد. كان مباراة قوية جدا. فيها حاله واحده. فيها حالة واحدة. الحكام مبروك نبيل القاهرة، السيد حسان مساعد اول، محمد عبد العظيم منوفيه مساعد ثاني، وعماد عطا بني سويف حكم الرابع. في لعبه هدف القناه الملغي هو هدف صحيح، او كان المفروض تبقى هدف صحيح. بص يا استاذ عبد الناصر، مفيش تسلل. ساعة اللمس الأولى يا أستاذ. يعني القناة ليها هدف شرعي؟ أهو اللعبة دي. لا واضح جدا، دي حسبها هي دي. تسلل. لا ارجع في يا أستاذ جمال، ساعة اللمس الأولى لو سمحت. ساعة اللمس الأولى مش تسلل. أيوه. واضحة جدا. أول ما يلمس اللاعب بس أهو. كمان فريم ستوب بس. أيوه هنا خلاص. مش تسلل. هدف صحيح. ده هدف. طيب كمل اللعبة يا أستاذ جمال، اتفضل. كمل اللعبة للهدف يا أستاذ جمال. يلا. بص يا أستاذ عبد الناصر. بص، من اجمل الاهداف، يعني الاستاذ عمرو لو شاف الهدف ده كان هيبقى افضل هدف في المجموعه. هدف ملغي للقناه. طيب المباراه اللي بعديها؟ المباراه اللي بعديها كانت بورتو والانتاج. بورتو والانتاج عندنا حالتين في المباراه. المباراه انتهت 2-1 لصالح الانتاج. هنتفرج على الحالات هنا، في حالة تسلل وفي حالة ركلة حرة مباشرة كان فيها انذار. الحكام مين؟ اسلام القماش، منطقة بورسعيد. تمام. بص هنا الإعاقة واضحة خالص من الحارس للمهاجم. من الحارس للمهاجم. دي ركلة حرة وانذار يا كابتن. دي ركلة حرة وانذار. عمل ايه هو؟ لا هي ما احتسبش، احنا الكرة استمر. الكرة استمر اللعب. وعندنا تسلل. التسلل ده مش صحيح، يعني التسلل ده لو هنشوف اللعبه اهي، اقف بقى هنا، اقف ساعه اللعبه قبليها يا استاذ جمال شويه، نرجع تاني. فريمين يا استاذ جمال. ايوه هنا بس. لا كمان سنه كمان لغايه لما الكره تيجي عند رأيه. ايوه اللمس هنا. بص هنا اللعيب اللي هيتحرك ده متغطي. بالظبط. لاعب الازرق واضح ان هو مغطيه. يعني احنا لاعب بورتو الازرق مغطيه. طيب خلاص اللي بعديها هم الحالتين دولت بس اللي كانوا في المباراه. تمام. من الحكام المميزين جدا، وبتمنى له التوفيق في القادم. السكه الحديد والكهرباء الاسماعيليه. كان الحكم عاطف حسين من القاهره، ويمكن المباراه دي كان فيها احداث كتير. وكان باد لك بالنسبه لعاطف. عندنا حالتين مؤثرين جدا. حاله طرد وحاله ركله جزاء. اتفضل. هنبدا بركله الجزاء. ركله الجزاء واضحه جدا، الايد خارج الجسم ومقبله الجسم، واللعيب حاطط ايده في طريقه للكره للمرمى. دي ركله جزاء وانذار للهجوم الواعد، يعني التسويب على المرمى وبالطريقه دي اسمها هجوم واعد. لازم. كانت النتيجه كام يا كابتن؟ دي كانت 0-0. ماشي. ركله جزاء وانذار. ركله جزاء لم تحتسب للكهرباء. طيب حاله الطرد بقى في دهس بقوه، يعني اللي بعديها يا استاذ جمال حاله الطرد قوه زائده. طبعا. ده عنف. ليه الكره مش موجوده؟ بص الكره فين. يعني اللعيب داخل بخشونه، دي خشونه وقوه زائده. بص طاير منين. وبعيد عن الكره خالص. هو فين الكره؟ ما بيلعبش كوره. دي انذار. دي طرد. كارت احمر. طبعا. كارت احمر. ده في مسافه وفي سرعه وفي قوه. بالظبط كده. كل شروط توفر الطرد موجوده. طيب مستقبل وطن والترسانة عندنا حاجات فيها يا كابتن؟ لسه السكه تقريبا لسه. لا ما هم الحالتين. تمام. عندنا مستقبل سبورت او مستقبل وطن ومباراه الترسانة. كان الحكم سيد منير من منطقه المنوفيه. هي حاله وحيده بس، حاله ركله جزاء لم تحتسب، غير صحيحه يعني. فهنشوف احتسبها وهي غير صحيحه. ركله جزاء غير صحيحه لصالح الترسانة. لا هنا لصالح مستقبل سبورت. اسف. ايوه مستقبل سبورت. ده مش ضربه جزاء خالص. ليه مش ركله جزاء هنا؟ التلامس هنا يا استاذ ناصر. تعالى رجع يا استاذ جمال، بس رجع كمان سنه. اسف، كمان سنه ورا. لا قبل ما يقع فريم واحد بس. الجزاء بتاعه مستقبل سبورت غير صحيحه. فريم واحد بس هنا. بس هنا خلاص. هنا الاعاقه يا استاذ ناصر، او التلامس، الكونتاكت هنا حصل خارج منطقه الجزاء. واقع جوه. خلاص. يعني اذا ركله الجزاء اللي جاب منها مستقبل سبورت الهدف غير صحيحه.
وكويس من حظه ان الترسانه فاز. بالظبط. وهنا كان لازم تدخل مساعد، دي طيب. لعبه برضه المساعد كان لازم يتدخل. لو كان المساعد رفع الرايه هنا كان لازم يساعده فيها ووقف خارج منطقه بالظبط خارج منطقه الجزاء. طيب. كان هو اعتقد هنا ان الكره من بره. اخر مباراه معانا في المجموعه دي الاتصالات ودجله. كان الحكم سيد شعبان. ركله جزاء لم تحتسب. تمام. كان سيد شعبان من منطقه الدهقليه من الحكام الصاعده، ولكن لمين حضرتك؟ قول لنا لمين يا كابتن سعيد؟ ركله جزاء لم تحتسب لمين؟ لوادي دجله ولا للاتصالات؟ للاتصالات يعني كمان كانت هتبقى 4. كويس ما حسبهاش. بص الدفعه واضحه جدا، مش يعني، وعندك بوزيشن وعندك زاويه رؤيه، مش محتاجه غير اللي انت تصفر. الناس لازم تفرق بين الالتحام العادل والاخطاء. مش عارف انا الحكام ده انا حفظتهم، ده انا كرهتهم اللي انت بتقول عادل ولا ده انا حفظتهم يا راجل. ما ده برجع لكلام الكابتن محمود سعد. طيب. الحكام لم تؤدي اعداد جيد، وده عايزين نتكلم فيه بعد اذن حضرتك. المجموعه الثالثه هنقول دي قبل ما نفرقها ان الكره دي تم احراز منها هدف، بس احنا ما لناش علاقه بالموضوع. ماشي بس اديني حقي. حاله تحكيميه بالظبط. اديني عقلي. اديني عقلك. المجموعه الاخيره هناخد بس الافضل في المجموعه ديت. الافضل في المجموعه الثانيه اتفضل. محمد التبعي من منطقه دمياط. محمد التبعي من منطقه دمياط الافضل. مبروك يا تبعي. استرن والنصر. استرن والنصر فعلا الفرقتين اثنوا عليه بصراحه. طيب عندك افضل مساعد؟ لا مفيش افضل مساعد في المجموعه ديت.